في الأول كنت بحاول إن أنا أبعده، لكن بعد كده ابتديت أرضى بالأمر الواقع وأسلم للموضوع. وبصراحة مش هقدر أنكر إن اليوم ده حسيت بانبساط غريب، إحساس غريب أول مرة كنت أحسه، وخصوصا بقى إنه كان متمكن جدا من كل حاجة بيعملها، عارف هو بيعمل إيه كويس جدا. وفضلنا كده تقريبا ساعة إلا ربع. أهلا بيكوا يا أحلى متابعين في قناتكو. النهاردة هقدم لكم أحلى القصص، علشان كده يا حبايبي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. بتحكي صاحبة القصة دي وبتقول: أنا سلمى، عندي 30 سنة ومتجوزة بقالي سنتين. أنا وحيدة أبويا، ومن ساعة ما ماما سابتني وأنا عندي 8 سنين وماتت، أبويا هو اللي رباني، وكان أقرب واحد ليا في الدنيا. بصراحة مش عارفة أحكي لكم الموضوع إزاي ولا حتى ابتدي منين. من يوم ما ماما ماتت وأنا علاقتي كانت قوية جدا ببابا، لكن هو كان غريب جدا معايا، وبرغم إني كنت صغيرة إلا إني كنت فاهمة إن المعاملة دي غريبة. يعني كان بيقرب لي زيادة عن اللزوم، وبيتكلم معايا في مواضيع كتير يمكن ما كانش دي وقتها إنه يتكلم فيها. كان بيتكلم عن الست بيحصل لها إيه كل شهر، وبيجيلها إزاي الموضوع ده، وحتى لما بيجي إيه اللي بيحصل بالظبط. لحد ما أنا ابتديت أكبر سنة ورا سنة، وكل ما كنت بكبر شوية كان بيفهمني حاجات ما كانش ينفع إن هو تحديداً اللي يفهمها لي. يعني الموضوع ده بيبقى محتاج ست، وأنا بصراحة اتعودت إن هو اللي يقول لي كل حاجة. كبرت وعدت السنين والأيام، وبقيت خلاص عروسة على وش جواز، ووقتها ابتدت تتقدم لي العرسان. لكن أي حد كان بيتقدم لي بابا كان بيرفضه حتى من غير أي مناسبة. ما كنتش عارفة إيه السبب، وكنت كل ما أتكلم معاه يقول لي: أنا بغير عليكي، أنا مش عايز أي حد في الدنيا ياخدك مني. لحد ما أنا اتعرفت على أخو واحدة صاحبتي، بصراحة حبيته جدا من أول نظرة، أعجبت بيه، وهو كمان حبني من أول نظرة، وطلبت منه إنه يجي يتقدم لي رسمي، وقلت طالما بحبه أكيد بابا هيوافق. وفعلا أخو صاحبتي قرر إنه يجيب مامته وباباه وأخته ويجي علشان يتقدم لي. لكن المفاجأة إن بابا رفضه، وأنا ما كنتش فاهمة ليه، مع إني قلت له إني موافقة عليه وإني عايزاه ومعجب بيه جدا. يوميها بعد ما الناس مشيت من عندنا وهي مكسورة الخاطر، دخل لي أوضتي ومسكني من إيديا وقال لي: اسمعي بقى، انتي بتاعتي أنا وبس، انتي سامعة ولا لأ؟ أنا مستحيل هوافق على أي عريس يتقدملك. ما كنتش فاهمة هو بيعمل كده ليه. يا ترى ده حب زيادة؟ معقول؟ بس هو لو فعلا كان بيحبني وأنا بنته ونور عينيه، كان هيوافق على الإنسان اللي أنا حبيته. أنا بنته الوحيدة، وبرغم إن في ناس كتير جدا من الجيران والقرايب اتدخلت، إلا إنه كان بيرفض الكلام في الموضوع ده نهائيا. لحد ما في يوم خرج وهو زعلان مني واتأخر بره جدا، لكن لما رجع كان مش داري بنفسه. قلت له: مالك يا بابا؟ انت شارب حاجة ولا ايه؟ قال لي: قومي تعالي معايا. قلت له: اجي معاك فين؟ قال لي: بقولك اسمعي كلامي، قومي تعالي انا عايزك. وخدني من ايديا ودخلني معاه على اوضته. ساعتها ابتدى يعمل حاجات غريبة انا ما كنتش فاهمة، لكن انا طول عمري اتعودت اقول له حاضر ونعم على اي حاجة بيطلبها. واليوم ده انا فعلا ما كنتش عارفة اعمل له ايه عشان ابعده عني. كان بيعمل حاجات غريبة ما كانش المفروض انها تحصل منه. في الأول كنت بحاول إن أنا أبعده، لكن بعد كده ابتديت أرضى بالأمر الواقع وأسلم للموضوع. وبصراحة مش هقدر أنكر إن اليوم ده حسيت بانبساط غريب، إحساس غريب أول مرة كنت أحسه، وخصوصا بقى إنه كان متمكن جدا من كل حاجة بيعملها، عارف هو بيعمل إيه كويس جدا. وفضلنا كده تقريبا ساعة إلا ربع، وبعد كده قمت أنا عشان آخد دش، وبعد كده دخلت أوضتي وفضلت أفكر طول الليل: يا ترى هعمل إيه؟ أنا كده ما ينفعش أتجوز أي حد، لازم أفضل معاه هو وبس. وفعلا تاني يوم كلمت الإنسان اللي تقدم لي، أو بمعنى أصح الإنسان الوحيد اللي تقدم لي، اللي قلبي دقله. أنا أيوة في ناس كتير تقدموا لي، لكن هو ده اللي قلبي دقله، وهو ده اللي أنا ما كنتش قادرة أبطل تفكير فيه. لكن طبعا بعد اللي حصل بيني وبين بابا ما كانش ينفع أبدا إن نتجوز. لكن مع الأسف في الفترة دي ابتديت أتعود على اللي بابا بيعمله، وبقى كل ده بيحصل كل يوم بصفة مستمرة، لدرجة إن اليوم اللي ما كانش بيحصل فيه حاجة كنت أنا اللي بطلب منه وأقول له إني عايزة الموضوع ده جدا. وبصراحة كده من ساعتها وأنا حاسة إن أنا دايما تعبانة، وما كنتش عارفة أنا حاسة بإيه ولا تعبانة ليه. علشان كده
قررت إني أروح للدكتور، وفعلا رحت للدكتور، وهناك الدكتور صدمني لما قال لي إني حامل في شهر. ما كنتش عارفة أعمل إيه بجد، كنت هتجنن. كنت فاهمة إن اللي حصل ده مستحيل يخلي الموضوع يوصل للحمل، لكن الموضوع بصراحة كبر وما كنتش عارفة أعمل إيه. كنت هتجنن وأنا بفكر يا ترى اللي أنا فيه ده هيوصل لإيه. جريت على البيت ورحت عشان أتكلم مع بابا، ووقتها قلتله كل حاجة، لكن لقيته بيقولي انتي أكيد اتجننتي، مفيش حاجة من الكلام ده، واللي في بطنك ده لازم ينزل. لكن أنا خفت على نفسي، ما كنتش عارفة أعمل إيه. وهو قالي اديني فرصة 2-3 لحد ما أشوف دكتور. وأنا بصراحة خايفة جدا يحصل لي حاجة. يا ترى حد عنده حل لمشكلتي غير الموضوع اللي بابا بيقولي عليه أو الحل اللي هو جايبهولي؟ أنا هستنى كل تعليقاتكم، لو في منكم حد عنده حل ياريت يقولهولي. القصة الجاية حقيقية، وصاحبتها طلب عدم ذكر الأسماء. صاحبة القصة بتحكي وبتقول أنا اسمي مريم، وفي يوم لقيت مركز مساج محتاج بنت تشتغل فيه. الحقيقة أنا كنت محتاجة الشغل جدا بعد ما اتطلقت، ورحت فعلا أقدم، ولقيت المركز ده فخم جدا. أول ما صاحب المكان شافني قال لي بصراحة انتي شكلك حلو وجسمك حلو، واحنا هنا بننقي البنات الحلوين عشان بيبقوا واجهة للمركز بتاعنا. قلت له بس أنا مطلقة. لقيته اتبسط جدا وقال لي ده أحسن بكتير، المطلقة بيبقى عندها خبرة وبتساعدنا أكتر في الشغل اللي هعرفك عليه بعدين. استغربت وقلت له وإيه دخل الجواز والطلاق بالشغل؟ قال لي بعدين هتعرفي كل حاجة، وعرض عليا مبلغ كبير جدا. قلت له المبلغ ده ضخم قوي، كل ده عشان أعمل مساج؟ قال لي مساج وحاجات تانية كتير هتعرفيها، ومن بكرة تنزلي تتدربي. تاني يوم لبست اليونيفورم وكان صعب جدا، جيبة قصيرة خالص فوق الركبة بكتير، وبادي ماسك على الجسم ومفتوح من عند الصدر وقصير جدا، لدرجة إن كل حاجة في جسمي كانت باينة، خصوصا إن جسمي ملفت شوية من قدام ومن ورا. بدأوا يقولولي هيجيلك ستات ورجالة، المهم تريحي أي حد وتنفذي أي طلب. في الأول بدأت مع الستات، وكان أسلوبهم وحش معايا عشان شغال عندهم، بس لاحظت إن في ستات داخلين عشان حاجات تانية غير المساج، يطلبوا مني أدعك في حتت معينة وأحط زيوت في أماكن معينة، وأنا طبعا كنت بنفذ. كنت متضايقة وبشتكي للمديرة، كانت بتقولي ما أنا قلتلك لازم تريحي الزبون، انتي شايفة بتاخدي راتب كام، وخلي بالك احنا شايفين كل حاجة بالكاميرات، فما تزعليش حد منك عشان نتبسط منك احنا كمان. بدأت أتعامل مع الرجالة، وكانوا بيمسكوا فيا من كل حتة، وكنت بخاف أقول لأ عشان الكاميرا. لحد ما في يوم جالي واحد رجل أعمال والكل حذرني منه، وقالوا لي ده بالذات ما ينفعش تقوليله لأ ولا تفتحي بقك. دخل الراجل ببرنس المساج، وفجأة فك الحزام وما كانش لابس حاجة تحتيه. أنا اتصدمت ووقفت مبرقة. أنا صحيح كنت متجوزة، بس عمري ما شفت أحجام كده. الموضوع عنده كان صعب وجامد قوي. قال لي واقفة كده ليه؟ يلا شوفي شغلك. قلت له اتفضل نام. قال لي لأ، انزلي على رجلك. طبعا فهمت هو عايز ايه وما قدرتش أتكلم. بدأ الموضوع يتطور، وبعدين نام على السرير وقال لي حطي زيت على ظهري، وفعلا عملت له مساج. بعدها اتقلب على ظهره وقال لي اشتغلي بالزيت هنا، أنا عايز المنطقة دي تسخن وما تقوليش كفاية. بدأ هو يتحرك بإيده وأنا شغالة بالزيت، وبدأت أسخن معاه وبان عليا وعلى لمساتي لجسمه. بصلي وقال زودي زيت ودعاكي أكتر لحد ما أقولك كفاية. حسيت إن الراجل هيقوم يقتلني من كتر ما الأمور عنده جمدت وحمرت ونشفت خلاص، وفجأة قام مسكني ونيم مكان نايم، وما حسيتش بنفسي غير وأنا فعلا عايزاه. الراجل كان عنيف جدا لدرجة إني صرخت لأن الحجم كان كبير قوي. خلصت مع الزبون ده ومشيت من غير ما أكلم حد، وكنت مستغربة إزاي عملت كده، وقلت مش هروح تاني. بس هم قالولي الزبون مبسوط جدا وطلبك بالاسم وسايب فلوس كتير وما ينفعش تقولي لأ، انتي فاكرة انك هتخرجي بسهولة، احنا مصورين كل حاجة وانتي عرفتي أسرارنا. وفعلا كملت لحد ما بدأت أدخل في مراحل أصعب مع رجالة ليهم طلبات غريبة ومرضى نفسيين.
في واحد كان بيتلذذ بالتعذيب، كان عايز يطفي السجاير في جسمي ويعلم عليا، وبدأوا يتعاملوا معايا بعنف وسادية وحاجات مقرفة وشاذة، وكل ده متصور. اكتشفت إن كل البنات هناك مبسوطين عشان الفلوس اللي بتجيب عربيات وشقق مقابل إنهم يتحملوا المرضى دول. بس آخر واحد اتعامل معايا ضربني جامد جدا وأهني ورماني في الأرض واعتدى عليا لدرجة إني ما كنتش قادرة أقف. يوميها حمدت ربنا إني خرجت من تحت إيده وأنا عارفة أمشي على رجلي. اللي حصل خلاني أقرر إني مستحيل أرجع، وقلت لهم اعملوا اللي تعملوه، ودوني في أي داهية، بس مش هشتغل الشغلانة دي تاني. لما شافوني مستبيعة ومش فارق معايا حاجة سابوني وأخدت مستحقاتي وقعدت في البيت. حمدت ربنا إني خرجت بسمعتي وقدرت آخد منهم الفيديوهات اللي بتهددني، وافتكرت كل اللي حصل وحسيت قد إيه كنت غلطانة، وبدأت أنوب وأتوب لربنا، ومن ساعتها ما رحتش ناحية المركز ده تاني أبداً. كانت معكم ريتال ستوريز، دمتم في أمان الله وحفظه، مع السلامة.